والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جمعية حركة التوحيد والإصلاح الخميسات هي جمعية وطنية تشتغل في حق الدعوة والتربية والتكوين. يندرج هذا اللقاء في إطار نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. من الأهداف ديالها اللي بغات توصل لها هي أولا التواصل الداخلي مع الأعضاء، جميع الأعضاء ديال جمعية حركة التوحيد والإصلاح. ثانيا التواصل مع المواطنين، مواطني ساكنة الخميسات. ثالثا التواصل مع الفعاليات وبعض الجمعيات وبعض المؤسسات اللي استدعيناهم لهذا النشاط. في هذا الإطار نظمت واحد المجموعة ديال الفعاليات خلال هذه الأيام، ابتداء من يوم الخميس 17 يناير إلى غاية 20 يناير اليوم، واللي كان فيها واحد المجموعة ديال الأنشطة. من بينها أولا حملة مفتوحة داخل ساحة الحسن الأول وخارجها، يعني في حي السلام بشكل عام، واللي كان من خلاله مجموعة الأسئلة التي ترمي إلى معرفة أولا الساكنة بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وفضائله، وثانيا مدى معرفة واحد مجموعة ديال الصفات السلوكية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله تم الكشف على أن مجموعة من الشباب، مجموعة من الكبار لا يعرفون الشيء الكبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما كانت هذه هي مرحلة أولى من أجل التواصل معهم أكثر من خلال المقر ديال حركة التوحيد والإصلاح الذي دعيناهم من خلاله إليه، وبالتالي الارتباط بالجمعية من خلال جميع الأنشطة التي تنظمها. نظمت أيضا محاضرة تحت عنوان فداك يا رسول الله من تأطير عضو المكتب الوطني عبد الله بوغوتا اليوم مساء بمقر دار المواطن. وكانت أيضا هناك مجموعة من الأنشطة اللي تنظمت لا من طرف الأطفال، صبيحة الأطفال هذا اليوم، ولا من طرف الشباب الجمعية، من خلال مجموعة من المنتجات التي حصلوا عليها والتي أبدعوا فيها والتي تعرف بشكل عام بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما كتلاحظوا الآن نحن أمام معرض. هذا المعرض الكتب هو متنوع، وبدأ من يوم الخميس وسينتهي اليوم هذا الليل، وفيه كما كتلاحظوا كتب وأيضا تنشيط من خلال مجموعة من الوصلات التي تقدمها اللجنة الشبابية التي تعمل في هذا الإطار، والتي أنتجت الكثير من المواد والتي جمعت أيضا مجموعة من المواد من الانترنت ومن غيرها. وكان إقبال صراحة، كان إقبالا كثيفا جدا لولا الأحوال الطقس التي عرقلت أمس وصباح هذا اليوم فعاليات. ولمسنا ذلك من خلال المحاضرة التي حضرها عدد كبير جدا من المواطنين، العدد الذي لم نكن نتوقعه خلال هذه المحاضرة. وبالتالي نشكر جميع من حضر، نشكر هذا المركز الصحافة على هذه التغطية الإعلامية، ونتمنى أن نستمر من خلال جميع الأعمال التي نقوم بها في التواصل مع الصحافة المكتوبة والإلكترونية وغيرها من الفعاليات موجودة على مستوى الساحة. شكرا مرة